بلحظة سألت نفسي ليش أنا مهما سويت ما قدرت أجيب درجات عالية مثلهم. اعتقدت إنهم أذكياء ويدرسون 24 ساعة وعندهم تعويضة صحية تخليهم حافظين المنهج، بس كنت غلطانة. السلام عليكم، أنا غنى. فيديو اليوم راح ألخص لك كيف حسنت مستواي الدراسي، وأوعدك إنك راح تصير دافور بعد هذا الفيديو بس لو طبقت الثلاث خطوات اللي راح أذكرها. هاي أول سنة قررت بها أعتمد على نفسي. حتى أكون صريحة ما نجحت من أول مرة، بس كان عندي كورس ثاني شفت بيه كل الفيديوهات والنصائح اللي ممكن أسمعها. قررت ألتزم بثلاث أشياء بس، وبوف غيرت حياتي الدراسية. وأوعدك إنه هاي 3 خطوات حتخليك حافظ المنهج حتى بعد ما تتخرج. أولاً التحضير يومي. بعد ما مريت بهواي أساليب تدريس، وسواء كان المدرس يلخص أو ما يلخص، أنا ثاني يوم مفروض أكون محضرة وقايمة بواجبي. واللي ساعدتني بإنه أستسهل التحضير اليومي هن شغلتين هما نفسهم السلاح الثاني والثالث. ثانياً الكتابة. اكتب تلخيص بالدفتر، سواء تلخيصك أو تلخيص مدرسك، وارسم وزين ولون بحيث ما تمل من هذا الدفتر، لأنك إذا ما احتاجته السنة كلها راح تحتاج على الأقل حد نص السنة. ثالث وثاني شي ساعدني اللي هو التكرار. ممكن تكون كتبت وجيت تحفظ أو تفهم تحضيرك، بس راح تحتاج وقت هواية حتى تضبطه، خصوصا المواد الحفظية. اجى وقت التكرار لما أكمل كتابة وأحفظها، حتى لو كنت شاكة في حفظي فراجع بعد الحفوظ وراجع بعد ما أنام وراجع قبل ما أروح المدرسة وقبل ما يبدأ الدرس. مستحيل ما تكون ضبطته بهاي الطريقة. تخيل بس وصلنا لنهاية الفيديو، اتحداك ما تجيب معدل 100 بهاي الطريقة، لأنك وصلت لهذا الوقت من الفيديو واشتركت وحطيت لايك. فتعال أقول لك سر، راح ننزل فيديو قريبا يحل مشاكلك الباقية مثل ملل الدراسة، خلق ستايل في المدرسة، وتحضير وتجهيز. وأي مشكلة ثانية ممكن تكتبها وأسويها فيديو خصيصا إلك. بس باي.